لما الفلوس بتدخل بين الإخوات دي بتبقى النتيجة. أخوي استلف مني 12,000 ريال، وبعد كده اكتشفت إنه كذب علي. أنا شاب عندي 27 سنة، وأخوي الكبير عمره ما كان بيعرف يمسك فلوس. من زمان هو بيستلف من الناس وبعدين يندم بعد ما الفلوس تخلص. من أسبوع جه قال لي أنا مزنوق، علي قسط لازم يدفع. أنا كنت محوش شوية فلوس فحولت له 12,000 ريال، وبعدها بكام يوم لقيت صاحب محل عندنا في المنطقة، راجل غني وبيسلف الناس، بيكلمني إني أخويا وآخذ منه 12,000 ريال من 3 شهور وما ادفعش. بعدها بكام يوم كنت ماشي في المول بالصدفة ولقيته خارج من محل موبايلات وفي إيده موبايل شكله جديد. استنيته برا شوية، ولما خرج طلع آيفون جديد. بصيت له وقلت مش قلت إن الفلوس عشان القسط؟ سكت شوية وبعدين قال كنت ناوي أغير الموبايل من زمان. دلوقتي أنا محتار، أقول مليش دعوة ولا أطلب فلوسي أنا كمان ولا أسد عنه عشان هو أخويا. لو كنت مكاني كنت هتطلب فلوسك؟ والأصعب من ده أهلك وقفوا معاه وقالك سامحيه، ده أخوكي. بنت أمريكية بتحكي وبتقول تخيلوا أخوكي سرق فلوسك اللي كنتي بتوفريها لفرحك واداها لعشيقته. أنا بنت عندي 27 سنة، بقالي سنين بشتغل وبوفر فلوس عشان أتجوز وأعمل فرح بسيط. أخويا الكبير عنده 30 سنة. أخيراً قدرت أحول الفلوس دي من حساب أختي، هي مش هتاخد بالها غير لما يبقى فات الأوان. أخوي الكبير عنده 30 سنة وكان دايماً عنده مشاكل مالية، وكنت بساعده بفلوس كتير قبل كده، لحد ما في يوم اكتشفت إنه في مبلغ كبير جداً اتسحب من حسابي، ولما دورت لقيت إنه أخويا هو اللي أخده. كان معاه الباسورد بتاع الحساب، والأسوأ إنه ما خدش الفلوس عشان مشكلة كبيرة ولا دين، هو اداها للبنت اللي كان بيخون مراته معاها. لما واجهته قال أنت سرقت الفلوس من حسابي. أنا محتاجها أكتر منك. دي فلوسي حولتها من غير إذن. طبعاً مراته عرفت وسبته ورفعت عليه قضية، لكن الصدمة الحقيقية كانت رد فعل أهلي. بدل ما يقفوا معايا ويطلبوه يرجع فلوسي، قالوا لي ده أخوكي غلطة وهيرجعها، متكبريش الموضوع. أنا رفضت تماماً وقطعت علاقتي بأخويا وبأهلي كمان، ما بقتش بزورهم ولا بتكلم معاهم. دلوقتي بعد سنة كاملة أخويا غرقان في ديون أكتر، وأهلي رجعوا يتكلموني بيقولوا لي سامحيه وساعدينا، لكن أنا لسه رافضة. وهم شايفين إني قاسية وإني مش بنت كويسة. قولولي بصراحة في الكومنتات، أنا غلطانة إني قطعت علاقتي بيهم ورفضت سامح، ولا هم اللي غلطانين عشان وقفوا مع اللي سرقني؟ لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات دلوقتي، هرد على أحسن التعليقات في الريل الجاي. ولو القصة لمستكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان حكايات حقيقية أكتر. هستني رأيكم في التعليقات، لايك وسبسكرايب عشان نقدر نوصل لكم تاني.